المشكلة الكبيرة اللي سببها لنا هالمنتج، الظفر تعبني تعب مو طبيعي. بتقولوا لي ليلى ليش ما تستغنين عنه؟ لأني أول ما اشتغلت في البخور استخدمت الظفر وهو اللي يميز شغلي. يعني البخور اللي موجود في الأسواق ممكن يستخدمون ظفر، بس أنواع ثانية كثيرة للظفر. أنا ما راح أتنازل عن الجودة اللي أنا بديت فيها شغلي. إذا ما رفعت الجودة مستحيل أني أنزلها. فالظفر من أهم المكونات اللي عندي، وصراحة صح يتعب، خصوصا الظفر الجامبو. أنا أصلا لما ألاقيه أستانس، لأنه أصلا ينقطع بالأشهر، لأنه يجي من أعماق البحر. فإذا لقيت الظفر هذا يعني طبعا يستهلك مني زي ما تشوفون هنا جلافز مرة كثير، يستخدم له فرش حديد، نستخدم صابون، قهوة، هيل، قرنفل، زعفران. يعني يكلفني ماديا كثير، بس نتيجته في البخور خيالية. لا يمكن، يعني لا يمكن تلاقون بخور يشبه بخوري، لا يمكن. ليش؟ لأني أنا أشتغل بجودة معينة، ما أبغى مو نفس الجودة اللي في السوق. ومو كل البخور يستخدم له الظفر. يعني في الظفر طبعا مادة مثبتة للبخور. في ناس ما يستخدمون الظفر، في ناس يستخدمون مثبتات ثانية كثيرة. أنا أحب المثبتات الطبيعية، وبخوري كله بمكونات طبيعية. عشان كذا الظفر يعني يستهلك مني فرش، ويستهلك مني وقت وجهد، وطبخ على النار بالهيل والقرنفل والقهوة، وبعد ما أطبخه على النار أحطه في صواني في الفرن، وأسوي الزيوت العطرية. طبعا الزيوت العطرية جدا مكلفة. في ناس طبعا سكيب هذه المراحل كلها ويسوون بخور عادي خشب وزيت. أنواع وأشكال كثيرة في السوق، لكن أنا أتكلم عن بخوري اللي أنا أبيعه. أنا أقدمه زي ما أقدمه للعروس. طبعا هنا بعد ما نطلعه من الفرن نغمره في الزيوت العطرية اللي فيها خيوط الزعفران. وانتوا عارفين كيف أسعار الزعفران نار وشرار. بعدها يصير معي مثل هذا الشكل خرافي. طبعا المطاحن صارت لي مشكلة، يعني الظفر من بدايته ونهايته سوالي مشاكل. تخيلوا المطاحن، طلبت مطاحن من الصين وصلتني، للأسف طلعت ما تناسب، وأنا من زود الحماس طالبة 2، فما ناسبت. اضطريت أروح أشتري مطحنة ثانية كبيرة. هنا جبت الشركة عشان يتدربون العمال عندي. وصراحة يعني يا رب لك الحمد والشكر، صار يطحن لنا كمية كبيرة. صح إنه أخذ وقت وجهد، بس النتيجة تبرد القلب. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا كيف الظفر.